السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، معكم الشيف عدات فضيلة في برنامج كوزينة هي. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم دائما الجديد. مباشرة نروحوا اليوم الوصفة اللي جبت لكم اليوم وصفة القلب اللوز، اللي هو كاين بزاف عنده مشكل مع قلب اللوز، يقولك ما ينجحليش، يخاف منه. هذا الوصفة اللي جبتها لكم راحين تنجحوا فيها 100%. وصفة اقتصادية ورائعة، يعني راح تكون لكم مشروع كمشروع عمل اللي ديروا في البيت لوليداتها. يعني تبعوني خطوة بخطوة وراحين تنجحوا بإذن الله. نروحوا مباشرة للمقادير. عندنا 3 عبار، يعني العبار كيمن هذا 3 عبار سميد خشن، 3 عبار سميد خشن. عندنا 2 عبار سكر، 3 عبار سميد خشن، 2 عبار سكر، وعندنا عبر تاع ماء ومزهر، وعندنا رشة تاع ملح، يعني حوالي مغرفة صغيرة تاع قهوة. وعندنا للحشو عندنا كاكاو. هنا شوفوا الحشو علاه درت لكم الكاكاو باش ينقص لنا النسبة تاع السكر، ما يجيش القلب اللوز حلو بزاف، يعني فيه السكر ونزيدوا له الشربات. الكاكاو يعدل النسبه تاع السكر في القلب اللوز تاعنا. وعندنا هنا للتزيين عندنا حبات لوز ولا حبات كاوكاو اللي يكونوا عندك. وعندنا قلت العبر تاع الماء والمزهر. هنا السمن باش ندهنوا السنيوان تاعنا. مقادير تاع الشربات عندنا عبر تاع سكر، وعندنا عبر تاع مزهر، وعندنا 3 عبار ماء. معناتها هذا العبر عبرت به الماء، 3 عبار ماء، عبر مزهر، عبر سكر. هنا اول شيء نبدا به، رايحين نبداو بالشربات تاعنا. درت العبر تاع المزهر والعبر تاع السكر و3 عبار تاع ماء اللي ذكرتها في المقادير. هنا نشعلوا الشربات تاعنا، وهنا نخلطوا شويه، غير هذا قسمه السكر يذوب لنا. فوالا. هنا طريقه تاع القلب اللوز هذه سهله وفي متناول الجميع. واش نهي السر تاع القلب اللوز باش ينجح لك هي الشربات نتاعو. الشربات لازم تنجحي فيها، ولازم تبعيني خطوه بخطوه رايحه تنجحي باذن الله. هنا شوفوا الشربات درت قلت 3 عبار تاع ماء وعبر مزهر وعبر سكر، خلطهم وخليهم يغلوا لمده 5 دقائق. 5 دقائق دوكا نحسبها انايا 5 دقائق. كي تولي تغلي نحسب 5 دقائق، ماشي دروك، حتى كي تولي تغلي نحسب 5 دقائق ونطفي ونخليها تبرد تماما. هنا خلوا الشربات تاعنا بجيه راهي تغلي. نروحوا الطريقه تاع القلب اللوز. عندنا 3 كيلات تاع السميد اللي ذكرتهم في المقادير، وعندنا 2 كيلات تاع السكر. فوالا. فوالا. صدقوني هذه الطريقة رائعة، يعني أي وحدة أي مبتدئة تقدر تسيها وراح تنجح وتعطي لك نتيجة جد 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 رائعة. نديروا الملح تاعنا، هنايا قلت رشة تاع ملح فقط، ونخلطوا مليح السكر مع السميد. فوالا. هنا من الأحسن تخدموه بيدكم، باسكو قادرة ديريه في البيتخا وتخليه يدور، بصح أنا نفضل باش نخدمه بيدي هكذا. نبقى نخلط مليح حتى ينسجم السميد مع السكر مليح، يعني نجبد من التحت ونطلع للفوق باش هكذا نضمن باللي كامل الخليط راه مخلط بعضو بعض.
شوفوا ساهل هذا القلب اللوز، ما هوش مكلف. يعني اي وحده ديروا لوليداتها في الدار، تفرح مولا بيتها، تفرح وليداتها، وراها يعني مناسبات بزاف نحتاجوا فيها، كما باغ اكزومبل رمضان ان شاء الله الاخت تكون توجد روحها. بون هنايا العبر تاع الماء والمزهر. هنايا كيفاش نديروا؟ هنا الشربات تاعي بدات تغلي، هنا نحسبوا 5 دقائق. دوكا راهي تغلي، كي تولي 5 دقائق نطفي عليها. بون هنايا قلت الماء والمزهر. هنايا شوفوا كيفاش الطريقه، غير بالعقل دخلوه فيها، غير بالعقل هكذا، ما نديروش مباشره كامل. فوالا شوف، ومشي تدلكي ولا غير تروني شغل راكي تفتلي. فوالا غير بالاصابع، وراني غير بالعقل ندخل كامل الماء في السميد والسكر تاعي. شوفوا كيف راه مزربع هكذا. نزيد ثاني غير بالعقل هكذا هكذا. حتى نكمل كامل العبر تاعي تاع الماء والمزهر. لازم تكملوا، يعني المقادير تاعو مضبوطه. فوالا هاني كملت كامل الماء والمزهر نتاعي. شوفوا كيفاش راه القوام تاعو، شوفوا يعني تحسي باللي هكذا كي ديري هكا يبدا يدور. من بعد اللي كملنا الماء والمزهر تاعنا، واش نديرو؟ نجيبو سنيوه اللي رايحين نديرو فيها القلب اللوز. السنيوه هذه الكميه تجينا في هذه السنيوه هذه 23 على 23 23 سنتيمتر على 23 سنتيمتر. هنايا هذا السمن اللي كنت ذكرته من قبل، بالبانسو ندهن سنيوتي مليح. شوفوا كامل لي كوتي تاوعنا. فوالا راني ندهن في السنيوه تاعي حتى لي كوتي، ولازم يندهنوا هكذا. فوالا شوفوا راني دهنت كامل. هنا راهي لحقت 5 دقائق. نطفوا على الشربة تاعنا ونخلوها تبرد على جهه. هنا نروحوا للطريقه تاع كيفاش ندير قلب اللوز تاعي في السنيوه. هنا هذه الكميه اللي خدمناها نقسموها على 2 هكذا، يعني هكا يعني عينك يا ميزانك تقسميها على 2. واش ندير طبقه من التحت هذه هكذا، نوزعها كامل على السنيوه. شوف هكذا، وغير باصابع تاعي فقط، ما تضغطيش باسكو تضغطي يخسر لك القلب اللوز تاعك. فوالا يعني ندير كامل في المساحه تاع السنيوه نتاعي. فوالا يعني نحاول الكميه اللي قليله نديرها في الطبقه تحت، باش نخلي الكميه الكبيره نديروها من الفوق، باش نضمن كامل لافاس تاعي راح تتغطى. فوالا شوفوا راني درت كامل في المساحه تاع السنيوه. نجيب صفايه وندير هذا الكاكاو اللي ذكرته في المقادير. هنا الا عندك باغ اكزومبل لوز ولا جوز ولا كاوكاو حبيتي ديريه محشي باغ اكزومبل، ديري ديريكتومون هنايا في لافارس تاعك، يعني من بعد اللي نديرو الكاكاو هكذا. شوفوا هكا
كامل على الوجه. هكا واش ندير هنا؟ قلت لا عندك لوز ولا جوز ولا كوكا ولا بغيتي ديريه محشي، تقيسي حبات هكذا، يعني كيما الجوز باغ اكزومبل ديريه كونكاسي، يعني غير بيدك تقدري تكسريه. اللوز تقدري ديريه اون بودر، كوكا ثان مطحون ديريه بدون اضافه اي شيء، يعني سكر ولا يدام ولا والو، ديريه وحده هكذا في لافارس. ومن بعد نبقى نغطي في الوجه هذا اللي درته. انا هنا فضلت نديرو بالكاكاو باش يكون في متناول الجميع. انا هنا قلت لكم اللي تقدر دير مكسرات تقدر، ما تقدريش مام هكذا ويجيك رائع، والمذاق تاعو يجي بزاف شباب، شغل شريتيه تاع برا. هكذا نغطي كامل الكميه نتاعي في السنيوه، شوفي، وغير بالاصابع تاعي فقط، ما نضغطوش. هكا فوالا، هكذا هكذا غير بصباعي كامل ندير هكذا على السطح تاع السميد. ومن بعد واش ندير؟ نجيب مغرف هنايا ونحاول نسوي كامل هاد لا سيرفاس غير بالعقل، بالظهر تاع المغرف بدون ما نضغطه. الا ضغطتيه راح تحصلي على نتيجه مش مليحه. هكذا غير بالعقل، فوالا هكذا. لازم يكون السطح متساوي، فوالا هكذا. واش ندير بهذا الظهر تاع المغرف؟ نغطسها في السمن هكذا وندير على السطح غير بالعقل، فوالا هكذا. لازم كامل لا سيرفاس تاع القلب اللوز تاعي توشي السمنه باش يجي الوجه تاعو احمر ويجي شباب، يجي بيان دوغي. غير بالعقل، ونحاول نشوف الجهه اللي ما درتلهاش السمن باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. هكذا هنا واش نديرو؟ فوالا هنا نجيب موس، وبالظهر تاع الموس ماشي منا، بالظهر تاع الموس واش ندير؟ باغ اكزومبل هنا باش نتحصل على هذو يعني نتحصل على حبات كاع متساويين، نحكم الوسط تاع السنيوه ونقسمها على 2. شوف هكذا، ندورها ونزيد هاك، نزيد نقسم الجهه الاخرى 2/2 هكا. ومن بعد كل مربع نقسمه 2/2 هكذا، وهكذا نزيد بلا ما ديري مسطره، بلا ما ديري والو، تحكمي دائما الوسط هكذا. ومن بعد نروح فان السنيوه هذه، فان الوسط تاع هذا المستطيل الطويل، هالا هكا وهكا وهكا. من بعد واش نديرو؟ نجيبو حبات لوز ولا حبات كاوكاو اللي عندك،
وكل حبه نديروها في الوسط. شوفوا قطعت لنا 16 حبه. نتوما كي تشوفوها كسنيوه صغيره تقولوا بالك ما تقطعش بزاف، بصح تقطع لك 16 حبه يعني نورمال كيما اللي يتباع برا، الحبه اللي برا هكا. ونرشقها كامل باللوز هكذا. ها هي 16 حبه. كي تحطوا الحبه تاع اللوز تضغطوا شويه، ماشي تحطيها غير من الفوق هكذا. قلب اللوز تاعنا راه واجد. واش نديرو حنايا؟ رانا سخنا الفوق تاعنا على 200 درجه، خليناه يسخن شويه. نديروه في الفوق يطيب لمده 45 حتى لساعه في الفوق على حسب الفوق اللي راه عندك، ومن بعد نرجع لكم. هنا قلب اللوز تاعنا هاو طاب بعد اللي خليناه تقريبا 45 دقيقه. لازم هكذا سخون، والشربات تاعنا اللي صنعناها اي بارده ديريكتومون سخون، لازم نعطولو الشربات تاعو. هنا الشربات لازم كي تحطي الشربات فوالا تحطيها غير بالعقل، ما نديروهاش على ضربه، باسكو الا درتيها على ضربه القلب اللوز تاعك راح يتغونفلالك في الوسط وراح يفسد لك. هنا غير بالعقل كامل، ما تقلقيش. وزعي كامل الشربات على المساحه. شوف ها يشرب، نعاود ندير ثاني، نفوت كامل على قلب اللوز تاعي كامل على المساحه نتاعو فوالا. شوفوا هكذا هكا. لازم تسمعوا هذه تاع فشفاشه، هذه معناتها قلب اللوز تاعك راه ناجح فوالا. هكا لازم كامل الكميه تاع الشربات تكمليها، يعني قلت لكم المقادير تاعو مضبوطه. شوفوا هنايا وبدا يشرب، دوكا يبدا يبطى باش يشرب فوالا. هنا نخلوه يرتاح حتى يشرب كامل، نصيبوه يشرب باش نكملوا الكميه تاع الشربات ونتلاقاو في طبق التقديم. قلب اللوز تاعنا راه واجد. شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها، راه ما شاء الله شباب طايب زين بيان طري. شوفوا القوام نتاعو كيف راه، يعني رائع. هذه كانت الوصفه نتاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها. وما تنساوش تشتركوا في القناه نتاعنا وتضغطوا على الجرس ليصلكم الجديد. والى اللقاء.